دي اجدد كاميرا موجوده من كانون حاليا وهي الايوس R8. والصراحه قصه الكاميرا دي غريبه شويه، خليني اقول لك ليه. عارف انت الشخص اللي انت عمرك ما اتعاملت معاه والناس كلها بتتكلم عنه وحش، بس بعد كده لما تتعامل معاه تحس ان هو مش وحش قوي زي ما الناس بتقول؟ ده بالظبط قصتي مع الكاميرا دي. بس انا ملتمس لنفسي العذر بصراحه، لان الكاميرا دي نازله في 2023، ما فيهاش ايبس، ما فيهاش مثبت جوه البادي بتاع الكاميرا، فيها مكان لاس دي كارد واحده، ومكان الاس دي كارد في المكان اللي بيتحط فيه البطاريه، وده ممكن يضايقك لو انت حاطط الكاميرا بتاعتك على جيمبل او على ترايبود، فلما تفتح عشان تطلع الميموري لازم الباب ده يفتح معاك. والبطاريه اللي موجوده جوه الكاميرا دي هي البطاريه الاصغر اللي كانت موجوده في الايوس ار بي، مع ان الكاميرا دي المفروض انها بتستبدل الايوس ار اللي كانت بتيجي ببطاريه اكبر. ضيف لي على دول بقى كمان ان هي ما فيهاش ميكانيكال شاتر، فيها الكترونيك شاتر بس. فانا اول ما سمعت عن المواصفات دي وقريتها على الورق كده حسيت ان الكاميرا دي مش تبقى حلوه. كاميرا فيها حاجات كتير قوي ناقصه وما بتقدمش يعني حاجه فظيعه قصاد التضحيات دي. كانوا كلموني وبعتوا لي الكاميرا علشان اجربها، والحقيقه اول حاجه قلتها اول ما قالوا لي الكلام ده ان انا مش عاجبني الكاميرا، ومش عاجبني ان ما فيهاش 1 2 3 الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. وقلت لنفسي انا هديها فرصه كده ان انا اجربها، وغالبا مش هرشح الكاميرا دي لحد، بس يعني هقول لكم انها مناسبه لحد عايز يبتدي. وكانت المفاجأة الكاميرا دي، علشان اختصر عليك الريفيو ده كله، فهي عبارة عن R6 Mark II اللي هي تمنها $2500، محطوطة في بادي صغير وتمنها $1500، أقل ب$1000 من الR6 Mark II. وأنا مش بقول كده مجازا، لا، الكاميرا دي حرفيا لو انت مش فارق معاك الحاجات اللي هقولك عليها دي، فانت ممكن تستبدل بيها ال R6 Mark II لو انت كنت عايز تشتريه. خلينا نبتدي بالديزاين. الديزاين بتاع الكاميرا من فوق تقريبا متطابق مع ال R6 Mark II، بقى فيه سويتش لوحده للأون والأوف، وبقى فيه سويتش في الجنب كمان للموفي مود او الفوتو مود لو انت عايز تصور صور او فيديو، مش محتاج ان انت تخش في المنيو ولا حاجه. وعندك برضو البكرات اللي فوق دي هي، ولكن اللي هتلاقيه ناقص عن الار 6 مارك 2 ان هي ما فيهاش الجويستيك اللي بتبقى موجوده جنب الفيو فايندر هنا، وناقصه بكره كمان في الجزء اللي هنا ده، فانت بتتحكم هنا بالاسهم عادي. عدا ذلك تقريبا هو نفس الحاجات اللي موجوده، نفس الستايل بتاع الزراير وكل حاجه، بس في حجم اصغر. كمان الجريب بتاعت الكاميرا، انا دايما بتكلم عن الموضوع ده سواء بتكلم على كانون او بتكلم على اي نوع تاني، دايما بقول ان كانون بتكسب في الحته بتاعه الجريب بتاعه الار 6 مارك 2 اكبر شويه من دي، بس دي مريحه جدا ان انت تمسك الكاميرا. نفس البورتس، مكان للمايك ومكان للهيدفونز ومكان مايكرو اتش دي ماي اللي هو التايب دي، ومكان اليو اس بي تايب سي بتقدر تشحن منه الكاميرا او تنقل بيه الماتيريال بتاعتك او الصور بتاعتك من على الكاميرا. اذا اجمالا انا عندي كاميرا الارجونومكس او التحكمات بتاعتها سهله جدا، وفي نفس الوقت وزنها بالبطاريه والميموري 460 جرام، وده يعتبر وزن قليل جدا لو انت عايز تحطها على جيمبل ومش عايز تجيب جيمبل غالي، او لو انت عايز تستخدمها طول اليوم هتبقى خفيفه جدا عن الار 6 مارك 2. طبعا احنا في وقت في الزمن كده ما ينفعش اقول لك بقى ان هي فيها سويفل سكرين بتتقلب والكلام ده، لان هو بقى ده الطبيعي، اي كاميرا ما فيهاش الموضوع ده غالبا هتفشل ان كانت هي بتعمل ايه. نيجي بقى للدواخل بتاعه الكاميرا، نتكلم على السنسور الموجود في الكاميرا. السنسور الموجود هنا هو 24 ميجا بكسل، نفس السنسور بالظبط اللي موجود في الار 6 مارك 2. هو يعني انت لو عايز تطلع كواليتي متطابقه مع الار 6 مارك 2 الكاميرا دي تقدر تعمل كده. وفيها كمان نفس الاوتو فوكس سيستم اللي موجود في الار 6 مارك 2، اللي هو بيقدر يتعرف على حيوانات وبيتعرف على مركبات بقى زي العربيات والموتوسيكلات والكلام ده، وبيتعرف على بني ادمين، وفي اي تراكنج، والاوتو فوكس شغال في كل الاوضاع بتاعه الكاميرا سواء في الفوتو او في الفيديو، ما بتغلطش تقريبا ايا كانت ايه ظروف الاضاءه اللي انت بتصور فيها. فلو انت بتتكلم على الاوتو فوكس فالكاميرا دي مش محتاج تراجع وراها. خلينا نتكلم على الاداء ونبتدي بالفوتو. الكاميرا دي بتصور 6 فريمز في الثانيه مقارنه ب 12 فريم في الار 6 مارك 2، ولكن بتصور 40 صوره في الثانيه لو انت بتصور بالكترونيك شاتر، وده اللي موجود في الار 6 مارك 2 برضه. ما كنتش انا فاهم بقى الموضوع بتاع الالكترونيك شاتر ده، وكنت فاكر ان هي ما فيهاش ميكانيكال شاتر خالص، ولكن اتضح ان في حاجه اسمها فيرست كيرتن الكترونيك شاتر، وده معناه ان الفيرست كيرتن بتبقى الكترونيك شاتر والثانيه بتبقى ميكانيكال شاتر، وده اللي بيخلينا نصور 6 فريمز في الثانيه. كنت بصور فرح بتاع واحد صاحبي وانا معتمد ان دي الكترونيك شاتر بس، فانا مش المفروض ان انا اسمع صوت ميكانيكال شاتر، ولكن وانا بصور سمعت صوت. الصوت ده ميكانيكال، ده مش صوت طالع من السبيكر ولا حاجه، وده فعلا ان الميكانيكال شاتر هو اللي بيقفل لك الاكسبوجر بتاعك. طبعا هتحس صوته مختلف وشكله مختلف عن الفول ميكانيكال شاتر،
الكاميرا دي كانت جايه لي بالكيت لينس، والكيت لينس اللي هتيجي معاها هي 24-50. فتحه العدسه بتاعتها 4.5 ل 6.3 وفيها اي اس، ولكن الكيت لينس يعني علشان ابقى منطقي يعني فهو ادائها مقبول، عاديه جدا، ما فيهاش اي حاجه فظيعه، وده المعتاد من الكيت لينس. يعني مش تلاقي كيت لينس فظيعه وتقدر ان انت تعتمد عليها. وعلشان تاخد الفول بوتنشال او احسن حاجه ممكن تطلع من الكاميرا دي، محتاج ان انت تستخدمها مع عدسات الار اف الخطيره. انا استخدمتها مع 24-105 في تصوير معظم الفيديوهات اللي انتوا هتشوفوها، وكمان كان في فرصه ان انا اجرب 50 مللي 1.2 ار اف ماونت. والعدسه دي بصراحه انا من زمان لو انت رجعت في الفيديوهات القديمه بتاعتي، ال 50 مللي بالنسبه لي ليها مكانه خاصه كده، ولكن ال 50 مللي ال 1.2 حاجه خياليه. انت مش محتاج تعمل اديتنج للصور، الصور بتطلع شارب وانت بتصور على 1.2 مع الكاميرا دي مع الفوكس سيستم ده. التراكنج ممتاز، مفيش شوت تقريبا طلع مني اوت فوكس، حتى والاشخاص بيتحركوا ناحيتي او هم ماشيين التراكنج بتاعها كان ممتاز، وبتطلع شارب وايد اوبن على ال 1.2. وده يرجعنا بقى للحته اللي احنا كنا بنتكلم فيها. لو انت بتفكر تشتري R6 Mark II مزنوق في البادجت، فانت ممكن تجيب ال R8 وال$1000 اللي انت هتوفرها دي تجيب لك عدسه محترمه جدا تقدر تستخدمها على البادي ده، تطلع نتائج عملاقه. طبعا الكلام عن الفوتو والكلام ده قدم، احنا في عالم الفيديو دلوقتي، ومفيش كاميرا هايبريد ينفع تطلع كده من غير ما يكون فيها اداء محترم في الفيديو، وده اللي انت تقدر تستناه من الكاميرا دي. الكاميرا دي بتنقل برضو كل الخصائص بتاعه الفيديو اللي موجوده في ال R6 Mark II موجوده في البادي الصغير ده. الكاميرا دي بتصور 4K 60 فريم انكروبد، ما فيهاش كروب خالص، انت الكادر بتاعك زي ما هو بيطلع في الفيديو. والكاميرا دي ال 4K بتاعها اوفر سامبلد من السنسور ال 6K، يعني هي بتاخد فيديو 6K وبعدين تصغره كده وتعمله لك 4K، فالفيديو اللي بيطلع من هنا شارب جدا لدرجه ممكن تخلي الناس مش عاجبها الشاربنس دي، ممكن تبقى انت بتسوفتن الفيديو بتاعك شويه لو انت عايز السينماتيك لوك ده. ولكن الكواليتي اللي طالعه من هنا خطيره ومتطابقه مع اللي بتطلع من ال R6 Mark II. كمان الكاميرا دي بتصور فول اتش دي لحد 180 فريم، فتقدر ان انت تستخدمها في سلو موشن، وهوريكم سامبلز للسلو موشن اللي طالع من الكاميرا دي. حاجه خطيره، طبعا اقل في الكواليتي من ال 4K ولكن يوزبل جدا، اقدر ان انا استخدم الفيديو اللي بيطلع من الكاميرا دي ويمكن كمان احشره كده في وسط اعلان ولا اي حاجه 4K ومحدش هياخد باله من الكواليتي. طبعا الحاجات اللي انا بتكلم عليها دي بتصور 422 10 بت وفيها سي لوج 3، فلو انت عايز تعمل كولرنج بقى وتظبط الالوان بتاعتك بعد ما تصور، الكاميرا دي تقدر تعمل لك كده بكل سهوله. من ضمن الحاجات اللي انا ما كنتش متخيل انها تبقى موجوده في كاميرا زي دي حاجه اسمها فولس كولر، وكنت اتكلمت عليها قبل كده انها بتساعد في الاكسبوجر بتاعك ان انت تشوف الالوان، يعني الاضاءه في الصوره عباره عن الوان، بتبقى اكيوريت اكتر بكتير عن ان انت تستخدم الميترنج مود اللي بيبقى موجود في الكاميرا تحت ده، وموجوده في كاميرات سينما وكاميرات اغلى من دي بكتير. ففكره ان هم حاطينها في البادي ده حاجه ممتازه. وكمان عندك زيبرز برضو ممكن تستخدمها وانت بتظبط الاكسبوجر بتاعك. الكاميرا دي فيها 2 مودز من الديجيتال اي اس، عندك حاجه اسمها ستاندرد وده بيعمل كروب سنه كده، وبعد كده في عندك انهانسد بيعمل كروب اكتر في الكادر بتاعك ولكن بيديك ثبات احسن بكتير. ولو انت مش عاجبك موضوع الكروب بتاع انهانس ده، تقدر ان انت تعمل الستاندرد وبعد كده تعمل تثبيت للصوره عن طريق السوفت وير اللي انت تستخدمه، سواء كان فاينل كات بقى ولا دافينشي ولا بريمير، ايا كان هيقدر يثبت لك الشوت بتاعك كويس قوي. بس بالرغم من كده انا استخدمت الانهانس معظم الوقت، ولاحظت حاجه غريبه جدا في الكاميرا دي وبصراحه عجبتني قوي. المود بتاع انهانس ده تحس ان هو مش بيثبت الحركه بتاعه الكاميرا عن طريق ان هو بيديتكت الحركه بتاعت ايدك وخلاص، ولكن انا حاسس ان هو مربوط كمان بالحاجه اللي انت عامل لها فوكس. يعني لو كان في شخص بيرقص قدامي وبيتهز، بلاحظ ان الكادر بيعمل له تتبع هو نفسه في الحركه بتاعته، مش حركه ايدي. يعني مثلا ممكن تبقى ايدي مسنوده حاططها على ترابيزه مثلا والشخص اللي قدامي بيتحرك، هتلاقي ان هو الكادر عامل له تراكنج جوه الكاميرا كده. بصراحه عجبني جدا وشكله بيطلع حلو قوي في الفيديوهات اللي انت يعني عايز تبين فيها حد بيرقص او حد بيتحرك، هتلاقي ان التراكنج ده ماشي مع المزيكا مع التصوير بتاعك. بصراحه عجبني الموضوع ده. ممكن بعض الناس تقول لك لا انا مش عايز ان هو يبقى مرتبط بالاوتو فوكس اللي انا بستخدمه، بس انا في تجربتي انا بصراحه عجبني جدا فكره ان هو عارف انا بعمل فوكس على ايه، وعلى اساسه بيثبت لي الكادر اللي يناسب الحاجه اللي انا عامل عليها فوكس دي. الكاميرا دي فيها اوبشن حلو قوي كمان جربته اسمه بري ريكوردنج، وده ان هو بيسجل 3 أو 5 ثواني حسب ما انت بتختار
قبل ما انت بتدوس على الزرار بتاع الريكوردنج. يعني مثلا لو انا بصور كده وشفت لقطه بتحصل قدامي، غالبا طالما انا شفتها ولسه هدوس ريكوردنج حتى لو انا سريع قوي، غالبا هبقى فوتت جزء منها. ولكن لمصورين الافراح بقى والناس اللي عايزه تاخد مومنتس والكلام ده، ان انت لما بتدوس ريكوردنج هي الكاميرا بتبقى بتعمل تسجيل ل5 ثواني وتمسحهم، 5 ثواني وتمسحهم. فلو انت دوست ريكوردنج هتلاقي عندك 5 ثواني زياده عن اللحظه اللي انت صورت فيها دي بتتسجل على الكاميرا. كمان في ميزه شفتها عجبتني في الكاميرا دي اسمها الديجيتال زوم، وده ان انت بتعمل زوم جوه الكادر بتاعك وانت بتصور، حتى لو العدسه اللي انت بتستخدمها ما فيهاش زوم. يعني مثلا ممكن ابقى استخدم 50 مللي وتقرب لي شويه او تعمل زوم اوت شويه جوه الكاميرا وانا بصور. مش لو انا مش محتاج ان انا بقى بعد كده في الفيديو بتاعي وانا بعمل اديتنج ان انا اعمل الزوم ده في المونتاج، ممكن اعمله من الكاميرا. نيجي بقى للبطاريه. البطاريه دي تعتبر يعني اكتر حاجه ما عجبتنيش في الكاميرا دي. البطاريه دي ليها اوقات كده ممكن تلاقيها تمام واوقات تانية هتلاقيها مش تمام. مثال، انا اول ما جربت الكاميرا دي لما جات لي كنت بجرب فيها وانا بصور جوه الاستوديو. يعني بدل ما احط الكاميرا بتاعتي كنت بحط الارت 8 دي علشان اصورني انا بيها. في الحاله دي البطاريه ما كانتش بتقعد خالص. يعني مثلا ممكن اصور فيديو 20 30 دقيقه والاقي ان البطاريه بتاعت الكاميرا دي فصلت لو انا بصور 4K متواصل. وفي كل المرات تقريبا الكاميرا البطاريه بتاعتها بتفصل قبل ما الاوفر هيتنج يحصل. يعني انا ببقى مستنيها انها تفصل عشان اقول هي هتفصل في الاوفر هيتنج بعد قد ايه، ولكن البطاريه بتخلص قبل ما ده بيحصل. وقلت ان انا هاخد الكاميرا دي واروح بقى اجرب في الفرح ده واصور، ومتوقع ان البطاريه دي مش هتسرفايف معايا، ولكن العكس تماما بقى هو اللي حصل. انا مصور تقريبا في اليوم ده حوالي 400 500 صوره بالبطاريه، ومصور فيديوهات كلها 4K وفي منها فول اتش دي برضو 60 فريم متقطعين على مدار اليوم. ولما روحت لقيت ان الكاميرا دي نقص من البطاريه بتاعتها شرطتين. واضح ان الكاميرا لما بتستخدمها في الفيديو بس متواصل بتكونسيوم الباتري بشكل بشع، يعني بتسحب البطاريه على طول. ولكن لو انت هتقسمها بين فوتوغرافيا وفيديو او لو هتصور بيها فيديوهات متقطعه البطاريه ممكن تقعد معاك. ولكن في كل الاحوال لو هتستخدم الكاميرا دي في تصوير اوردرات او كده لازم يكون معاك بطاريه و2 و3 سبير، لان ما اعتقدش في تصوير الفيديو هتقدر انها تسرفايف يوم كامل. الخلاصه، الكاميرا دي بتقدم قيمه محترمه جدا مقابل السعر اللي هي متسعره بيه. هي متسعره ب $1500، وانا شايف ان التسعير بتاعها ممتاز على اللي هي بتقدمه. ولكن في شويه حاجات لو انت بالنسبه لك هتبقى مشكله فالكاميرا دي مش تبقى ليك. لو موضوع البطاريه هيعمل لك مشكله ومش عايز تشتري بطاريات كتير، الكاميرا دي مش هتكون مناسبه ليك. لو انت معتمد على الايبس او المثبت بتاع الصوره اللي موجود في البادي ومهم جدا بالنسبه لك، واللي في تجربتي انا ما كانش مهم قوي طول الوقت ان انا استخدمه، فالكاميرا دي مش هتبقى مناسبه برضو بالنسبه لك. لو انت عايز 2 SD كارد فبرضو الكاميرا دي مش هتكون مناسبة ليك. عدا ذلك فكل الحاجات اللي موجودة جوه الكاميرا دي بتضيف لها وما بتنقصش منها اي حاجة. بالعكس انا شايف ان دي ديل محترمة جدا مقابل الR6 Mark II. لو انا عندي R6 Mark II وكنت ناوي اشتري كاميرا تانية R6 Mark II، مش منطقي ابدا ان انا اشتري R6 Mark II تاني. دي الكاميرا اللي انا هشتريها التانية، او دي البي كام اللي انا هستخدمها، لان هي بتديني نفس الكواليتي ونفس كل حاجة بتاعت الR6 Mark II اللي بالمناسبة بصور بيها الفيديو ده في بادي اصغر وارخص $1000. ولو انت برضو ما عندكش R6 Mark II عايز تشتري كاميرا جديده والR6 Mark II كانت هي الكاميرا اللي انت عايز تختارها، ففكر كويس قوي هل $1000 دي فارقه معاك. لو مش فارق معاك ايبس، لو مش فارق معاك بطاريه اكبر، لو مش فارق معاك الجويستيك، لو مش فارق معاك ان الR6 Mark II بتصور 6K رو عن طريق HDMI بتوصله بمونيتور، والمونيتور ده ثمنه اصلا $1000 غير $1000 اللي انت هتزودها عشان تجيب 6D Mark II، ما تجيبش الكاميرا دي برضو. هتجيب الR8 اللي انا شايف انها ديل ممتازة في الفئة السعرية بتاعتها. ومعظم الصور اللي طلعتها من الكاميرا كانت عجباني جدا، والفوتج اللي طالع من الكاميرا برضو كان عجبني جدا. واضف الى ذلك ان دي كاميرا انتري ليفل فول فريم من كانون. وخليني اقولها لك واقولها في كل فيديو انا بصوره، ما زال السيستم بتاع كانون هو الاسهل على الاطلاق لاي حد بيتعلم. لو انت عايز تشتري كاميرا انتري ليفل في اي براند تاني، دي اسهل منيو سيستم، دي اسهل جايد كده وانت بتستخدم الكاميرا. ولو انت مش هتلون سيلوك ومش هتعمل اديتنج للصور الرو، ما زالت بالنسبه لي الكالر ساينس او الالوان اللي بتطلع من الكاميرات الكانون هي الاسهل والاكثر اقبالا على ان الناس يعني تبقى مقبله عليها اكتر. ما زالت هي الكاميرات بتاعت كانون اللي بتعمل كده.
عايز اعرف رايك في الفيديو ده، ولو انت هتشتري كاميرا في رينج $1500 هتكون الكاميرا دي مناسبه بالنسبه لك ولا لا، وايه العيوب اللي انت شايف انها ممكن ما تخليكش تشتري كاميرا بالسعر ده، وايه البديل بتاعها. بس كده، استنوني فيديوهات تانية.